في راحة بدنية، في راحة نفسية، في حد ترتاح له، في حد ترتاح منه. أنا بالنسبة لي من وأنا صغيرة الراحة في لحظة خروجي من الامتحان، وقت ما هسلم ورقة الامتحان، عملت حلو عملت وحش، المهم إن أنا خلصت الامتحان. كنت دايما وأنا بذاكر أول ما أتوتر قوي أفكر في اللحظة دي، ريم أنت هتسلمي الورقة وترتاحي خالص. في عيد ميلادي ال 22 يوم العيد ميلاد بتاعي كالعادة بخرج مع أصحابي وأتفسح وأبقى لابسة طقم جديد، ويومها رجعت البيت لقيت مامتي وبابايا قاعدين مستنيني بابتسامة جميلة كالعادة، يسألوني عملتي إيه وخرجتي فين وانبسطتي. بس اليوم ده الابتسامة كانت مختلفة شوية، كان في حاجة وراها. بعد ما قلت لهم أنا عملت إيه ومبسوطة إزاي، قالوا لي إحنا عايزين نقول لك على حاجة. ماما عندها سرطان الثدي وهتعمل عملية بكرة، وبما إن أنا كنت البنت اللي يبدو عليا عاقلة وهادية، اتطلب مني إن أنا أقول لإخواتي. بعد العملية مامتي ابتدت تاخد العلاج الكيميائي لمدة شهور. في الفترة دي أنا ما كنتش حاسة إنها تعبانة أوي، يمكن عشان هي لسه بنفس طاقتها نفس ابتسامتها، بتعمل لنا كل حاجة في البيت كالعادة. شكلها اتغير شوية بس هي كويسة. وبعد 9 ل 10 شهور لقيتها راجعة من عند الدكتور مبسوطة قوي، وبتقول لنا أنا خلاص ما بقاش عندي سرطان تاني. انبسطت، هي مبسوطة قوي وأنا انبسطت على انبساطها، بس ما كنتش فاهمة هي مبسوطة قوي كده ليه. ما هي كانت كويسة، أصل أنا أهلي بيحبوا يداروا الحاجات دي قوي وبيعرفوا يداروها كويس قوي. يعني كنت حاسة إن هي عندها برد طول تقيل حبتين، بس هي كويسة. وبعدها بشهر ابتدت تتعب تاني. في الوقت ده عيد ميلادي 23 قرب، وكالعادة كنت نازلة أجيب الطقم اللي هلبسه أخرج بيه في العيد ميلاد. وأنا فاكرة اليوم اللي أنا جبت فيه الهدوم اللي أنا هلبسها دي ورجعت البيت، لقيتها بتناديني تعالي يا ريم فرجيني لبستي إيه وهتلبسي إيه يومها. وانا بفرجها على الهدوم هي كانت مبتسمه ابتسامتها الجميله وهتقولي حلوه قوي واللون ده حلو عليكي، بس هي كانت وقتها نايمه على الكنبه. هي مبتسمه بس هي تعبانه. يمكن وقتها ما كنتش مدركه ده، ما كنتش شايفاه او مش عايزه اشوفه. ويوم عيد ميلادي 23 ده كان اخر يوم اشوفها بوعيها. قعدت بعدها بصوم كل يوم، بصلي وبدعي ربنا ان هي تبقى كويسه. ندر انا هفضل صايمه لحد ما تبقى كويسه. بس هو كان رجع متوحش قوي وقوي قوي عن قبل كده، مبقاش في مجال ان احنا نداري. وبعد شهر بطلت الصيام، وبدل ما بدعي ان هي تبقى كويسه بدعي لها ان هي ترتاح، يا رب ريحها. من وقتها وانا عندي سؤال، هو ده تقبل الواقع ولا فقدان امل؟ وبعد شهرين ارتحت، وقتها بقى عندي مفهوم تاني خالص عن الراحه، او بمعنى اصح بقيت عارفه ان مفهوم الراحه ده عشان نفهمه غير بعد الموت. زمان وانا صغير كنت بحلم ابقى كبير تعب القلب وتحير من الدنيا ومن المشاوير. الحلم كان بريء مفروش بالورود، والقلب كان جريء مليان بالوعود. ولما كبرت قلت يا ريت ما كنت احلم ولا اتمنيت. لما كبرت
قلت يا ريت ما كنت أحلم ولا أتمني، قلت يا ريتني فضلت صغير زي زمان زمان.